الكويتية. وبالبداية برضو اسمح لي إني أهني الكويت بأعيادها الوطنية طبعا. يعني الكويت والأردن دولتين شقيقتين تجمعهم القيادة وهذا الحب بين الشعبين منذ الأزل يعني، فأنا بتشرف إني أكون معكم اليوم. سمي ما شاء الله مثل ما ذكرنا صحفي، مقدم برامج، أيضا عندك هيئات تنسق بين الشباب في الأردن، بالإضافة إلى أنك تكتب أعمال سينمائية. شلون تقدر تنسق بين كل هالشغلات وايضا يدرس؟ تدرس ما شاء الله عليك، يعني شلون تقدر تنسق؟ شوف اخوي، هي تنسيق هي تعتمد على اداره الوقت. يعني انا درست دورات في اداره الوقت، يعني فالواحد اداره الوقت هي مهمه، يعني كيف انا انسق يومي، انسق اوقاتي، اقدر. وبعدين ما دام الطاقه موجوده، الهدف موجود، الرساله موجوده، الفكر موجود، اكيد راح اقدر انسق بين كل الامور اللي انت ذكرتها. جميل. ارحب فيك مره ثانيه عبد الله، موجود معنا في برنامج جايكم شباب. احب اسالك شنو الدافع زين اللي يخليك انك تتحمس وتنطلق وتشتغل في كذا مجال؟ بالبداية الطموح، يعني الإنسان بلا طموح ولا شيء يعني. صحيح. أنا من وأنا صغير يعني كان طموحي اللي هو مجال الإعلام. شوي شوي مع الاحتكاك بالمدرسة، مع الاحتكاك بالمجتمع، مع الناس، مع الهيئات، بديت أحس بحالي أنه أنا عندي توجه مثلا للإعلام، توجه للكتابة، توجه للصحافة. مع ذلك اكتساب الخبرات، من الخبرات العملية من الناس، من المجتمع، من الهيئات اللي أنا اشتغلت معها، من الشركات، من المؤسسات الإعلامية اللي اشتغلت معها. فهذا الشيء أنا حكيت لك، يعني برد أحكي لك بالبداية، هو الطموح هو اللي بيخلي الإنسان يشتغل. فأنا إنسان جدا طموح، يعني طموحي يتعدى حدود السحاب مثل ما بيحكوها. لا أبحث، يعني أنا بحكيها دائما، ما بنبحث لا عن شهرة ولا عن شيء. هو الهدف إنه أنا إنسان شاب عندي طاقة، بقدر أقدم، بقدر أخدم بلدي، بقدر أخدم المجتمع، بقدر أخدم إخواني الشباب، إخواتي الشابات، بقدر أخدم وطن عربي، بقدر أطلع بإشي عربي قوي. أنا كشاب عربي بشتغل على هذا الموضوع. حلو. عبد الله، من خلال مشاركاتك ومن خلال متابعتك المستمرة للأعمال التطوعية، شلون شايف إقبال الشباب سواء كان في الأردن عندكم من خلال هيئات تطوعية ومن خلال وبشكل عام الدول العربية، إقبال الشباب حول هالمواضيع؟ أنت قبل الفاصل سألتني بالنسبة للهيئات أو الشباب. إحنا طبعا أنا من مؤسسين لعدة هيئات شبابية، من ضمنهم فريق شبابك يا وطن، وهي هيئة شبابية كبيرة يعني تضم يعني في مظلتها 700 أو 800 شاب وشابة في جميع الأعمال التطوعية والمواطنة الصالحة الحقها. الهيئة الوطنية للمخترعين والمبتكرين، تبني الاختراعات وتوصيلها وتنفيذها على أرض الواقع. الإقبال من الشباب على العمل التطوعي، للأسف إحنا قاعدين نواجه موضوع أو شيء سيء جدا اللي هو ثقافة العيب. إنه أنا شاب مثلا ممكن أكون من العاصمة أو من المدينة الأم في البلد سين من البلد، ما بحكي عن بلد معين، إنه أنا كيف، أو بنت مثلا، إنه أنا كيف أروح أشارك بعمل. مثلا في اليوم عندنا عمل تطوعي، بدنا نطلع ندهن رصيف مثلا، أعمال تطوعية مثلا، بدنا نطلع على بيت غسل سيارة، غسل سيارة. إنه أنا كيف أطلع، يعني هذا شيء عيب إنه أنا أنزل مستواي أطلع، لا هذا شيء غلط. بالعكس، العمل التطوعي يعني بيعلمنا أمور جديدة بحياتنا، بيعلمنا نعتمد على شوي، بيعلمنا المسؤولية، بيخلينا في عملية ترابطية ما بيننا وما بين كل فئات المجتمع. مش شرط إني أنا أكون في فئة وأظني بفئة، لا، بشوف كل فئات المجتمع، بحس شوي بالمسؤولية. فإحنا بنشوف جدا في تراجع من الإقبال على العمل التطوعي، ولكن بنحب إنه الكل يشارك. يعني حتى في الأردن جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم بيأكد على هذا الدور. الشباب عندنا بالأردن الحمد لله مقبلين على العمل التطوعي، في أعمال تطوعية بنرفع فيها الراس، بنفتخر فيها بالأردن، بكل الوطن العربي بنتمنى تكون، ولكن ركز أيضا على دور الفتيات، لأنه الفتيات شوي بعاد عن العمل التطوعي. صحيح، طبعا الشباب هم أساس المجتمع في كل مكان يا عبد الله. طيب من وجهة نظرك شنو اللي يحتاج الشباب؟ شنو محتاجين الشباب عشان هم يشتغلون، عشان هم يوصلون للشيء اللي هم يبونه؟ أحكي لك شيء، بنكون صريحين شوي. الشباب بيحتاجوا الفرصة، يحتاجوا البيئة الكويسة اللي يشتغلوا فيها. مثلا تعالي خليني أحكي لك، أنا في زيارتي للكويت وكنت قبلها في السعودية وفي الأردن وفي مصر أيضا، كثير شباب موهوبين، مش شرط في مجال الإعلام، بالإعلام وبغير الإعلام، مش لاقين الفرصة، مش لاقين اللي حدث. يعني أنا إذا مش بالواسطة ما بطلع، خليني أحكيها بكون صريحين شوي. إذا ما عندي الواسطة أو ما عندي حدا يدعمني ما بطلع. لا، الشباب بحاجة فرصة، بحاجة بيئة عمل، بحاجة تنمية قدراتهم، تنمية نشاطاتهم وتمكينهم، اني اقدر امكن الشاب من الموهبه اللي هو مكتسبها. حلو. زين عبد الله، انت ذكرت لنا ان يعني الشباب مو شرط في الاعلام، خلينا نتكلم شوي على الاعلام اكثر، بما انك انت مقدم برامج ومعد برامج وايضا صحفي من ناحيه الاعلام. شلون ترى نظره الشباب حق الاعلام في وقتنا الحالي
بما انك تنقلت يعني من دوله الى دوله عربيه اخرى؟ شوف اخوي، احنا الان يعني خلينا نحكيها، المقبول في دوله الكويت كاعلام او كشاشه مثلا ممكن ما يكون مقبول في السعوديه، ما يكون مقبول في مصر. المقبول في مصر بيئات اعلاميه مختلفه، ولكن نظرتي انا كشاب، انا بدي اكون حيادي الان، ما بدي اكون شاب اعلامي، بدي اكون شاب بتفرج على شاشه، بتفرج الان كجمهور. لما انا افتح اقلب بالشاشات اتفرج على في مشكله في الرساله. ما هو الاعلام ايش؟ مرسل ورساله ومستقبل. صح. احنا ما مش هدفنا المرسل يطلع بكواليتي وبجوده عاليه، احنا هدفنا الرساله اللي توصل للمستقبل بشكل كويس. قاعدين نشوف في قنوات قاعده تفتح تجاريه، في قنوات قاعده تفتح باشياء خرافيه واشياء وهميه، يعني احنا مش عارفين شو توجه القناه. انا كشاب بتمنى من كل المؤسسات الاعلاميه اللي بتبث في وطننا العربي على ارجائه من الشمال الى الجنوب، انه وضح لي رسالتك، اعطيني رساله انا كشاب عشان انتمي اليك، اصير اتفرجك. يعني انا مثلا سمعت انه، وهذا شيء اكيد، يعني انه برنامج رايكم شباب، مش مدحا او مجامله او اني عندكم، يعني رايكم شباب مشاهد في الكويت في الوطن العربي، برنامج جميل بيؤدي رساله، له هدف من القلائل في الوطن العربي. يصير في رده فعل، في رده فعل مني انا كشاب، انه هذا البرنامج بيشدني. يعني انا البرنامج بتفرج عليه، مش انا جبت مثلا موضوع واحد عن اللابتوب وقعدنا نحكي عنه طول الحلقه، لا، انت اخذتني من الشمال الى الجنوب الى الشرق الى الغرب، فانت واديت لي رساله فدتني، مش انا تفرجت بالاخير. يعني قاعدين نشوف قنوات قاعده تطلع مذيعه، يعني ما تزعلش منا، مذيعه رائعه جدا، بس للاسف لا رساله لا هدف لا لغه، لا، هذا شيء غير مقبول بالنسبه للشباب. انا اوجه لي رساله انه انا كشاب افهمها، كمشاهد كمستقبل استفيد منها، مش رساله انه بس انا ابث وخلص. صحيح. طيب بسالك عبد الله، شنو الهموم والمشاكل اللي يعاني منها الحين الشاب الاعلامي العربي؟ هي حكينا بالاول الفرصه، مع اختلاف البيئات الاعلاميه، ممكن بالكويت في امكانيات، في بلد معين ما في امكانيات. ايضا الامكانيات الاعلاميه لابد انك انت عندك طاقات اعلاميه في مكان معين، وفر له تقنيا وفنيا، ايضا مع المؤدين. يعني ما شاء الله انتم، انا بهنيكم ايضا على استاذ نايف البشيره في الاعداد، يعني انسان رائع جدا. اكيد نوجه له تحيات. اكيد. فالشاب اللي بيحتاجه بنرد ناكد على موضوع الفرصه، بنأكد على موضوع انه انا اوفر له مكان، اعطيه رساله صح يوصلها. انا ما اطلع شيء، يعني اطلع شاب مثلا انا اعتقاداتي او اللي انا مقتنع فيه شيء واطلع احكي فيه على الشاشه شيء، هذا انا بكون انا بكذب بيني وبين نفسي. صحيح. فلازم الفرصه ونهيئ جو اعلامي كويس. نتمنى انه احنا نشوف الوطن العربي في تطور بالاعلام، ولكن بدنا اكثر. عبد الله شنو تدرس؟ انا نظم المعلومات الاداريه في جامعه عمان الاهلي. نظم معلومات اداريه، زين. ما شاء الله، يعني كل مجال غير عن الثاني. نعم.